اهلا بكم مرة ثانية في مهندس الملخصات، واليوم جايب لكم ملخص فيلم جديد بعنوان Blame It on Rio. بس قبل ما نبدأ يا ريت تنزل تشترك بالقناة وتترك لايك للفيديو ولا تشجعني وتشجع القناة تكبر، وعلشان تكبر عائلتنا بوجودكم يا احلى مهندسين. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا. بيبدأ فيلمنا بشركة كبيرة بالبرازيل، وبيكون فيها اثنين اصحاب بيشتغلوا مع بعض اسمهم فيكتور وماثيو، وبيكونوا الاثنين عندهم مشاكل عرفية. فمثلا زوجة فيكتور عاوزة الطلاق، بينما ماثيو ما عندهوش اي فكرة ليش زوجته كارلين زعلانة منه. وبتكون كارين عاوزة تقضي اجازة الصيف بعيدا عن ماثيو وبنتها، فبقرر ماثيو وفيكتور يقضوا اجازة الصيف مع بعضهم مع بناتهم التنتين واللي اسمهم نيكول وجينيفر، وبيستاجروا كوخ بمنطقة هادئة وجميلة بالمدينة. وبالصبح بتعترف نيكول وجينيفر لبعضهم بجمال اب كل واحد منهم، وبيتصل ماثيو على مراته كارين وبيسألها عن وضعها باجازتها، فبتحكي له بانها مبسوطة بالاجازة. فماثيو بيحكي لها ممتاز، خليكي هناك شهر كامل لاني مش عاوز اشوف وشك. ولاحقا بنشوف ماثيو وفيكتور بيدوروا على بناتهم على الشاطئ، وبيكون عندهم مشكلة بالبحث على بناتهم لانه معظم البنات على الشط بدون ملابس ومستلقيات على البطن. وبيشعر ماثيو وفيكتور بالانزعاج لما يشوفوا بناتهم مشلحين بهالطريقة، ولانهم اجوا ليحيوا ابائهم بدون الانتباه انه صدرهن مكشوف على الاخر. ولاحقا بتروح نيكول وجينيفر ليحضروا حفل برازيلي، بينما فيكتور وماثيو بيروحوا لبار ليشربوا. وبنشوف فيكتور وهو يتعرف على بنت اسمها ايزابيلا، بينما ماثيو بيرجع ليدور على البنتين. وبنص الحفلة بيكون ماثيو وبنت فيكتور اللي اسمها جينيفر بيرقصوا مع بعض بالمية، وبتبوس جينيفر ماثيو بكل حب بدون ما تعرف انه نيكول عم بتشوفهم. وبتخلع جينيفر ثيابها لتغري ماثيو اكثر، وبحاول ماثيو يقاوم بس ما بقدرش، والاثنين بيعملوا تشكشك بارد ساخن. وبعد ما يخلصوا جينيفر بتحكي لماثيو بانها جاهزه لجوله ثانيه من التشكشك. وباليوم الثاني بتفاجئ جينيفر ماثيو وهو يحلق لحيته، فبيجرح نفسه بسببها. وبيطلب ماثيو من جينيفر انهم يتصرفوا وكانه ما صار الشيء بينهم قبل ليله، فبتوعده جينيفر تعمل اللي هو عاوزه بس بشرط تبوسه بالاول. وبتنضم جينيفر لابوها فيكتور ونيكول على الفطور، وبتمسح رغوه الحلاقه اللي على خدها. ولما يسالها ابوها فيكتور عن الرغوه بتحكي له بينها بقايا ايس كريم. ولما ينضم لهم ماثيو بتكتب له جينيفر كلمه بحبك على الملح، فبخاف ماثيو وبيمسح اللي كتبته بسرعه. وبالليل بيكون فيكتور وماثيو بيعملوا العشاء، وبيتفاخر فيكتور ببنته جينيفر بانها عمرها ما نامت مع شاب او خسرت عذريتها. بس اللي ما بتعرفوش يا فيكتور انه بنتك جينيفر خسرت عذريتها مع الخنزير اللي بحدك. وبعدها بتغادر نيكول بوقت العشاء وبتحكي لابوها بانها طالعه مع حبيبها بموعد. وبيحكي فيكتور برضه بانه حيروح ليشوف صاحبته ايزابيلا. وبيحكي لماثيو بنتي جينيفر امانه عندك لبين ما ارجع. فبيحكي ماثيو لجينيفر بانهم لازم ينهوا علاقتهم لانه في خطر فيكتور يكشفهم باي لحظه. بس جينيفر بتغريه مره ثانيه وبيعملوا تشكشك تاني. وبعدها بتحكي له جينيفر بانها حلمت بيه انها متزوجته. وباليوم الثاني بتدعو امراه دين جينيفر لتصلي للرب وتطلب منه يسامحها على خطاياها، وبتخليها تلبس قلاده بتدعي بانها بتمنع الخيانه الزوجيه. فبتروح جينيفر وبتلبس القلاده لحبيب قلبها ماثيو علشان ما يخونهاش، وبتحكي له شو رايك نعترف لابويا بعلاقتنا. وعلى الرغم من مشاعر ماثيو تجاه جينيفر الا انه بيحكي لها لهون وبس، وبانه هذه العلاقه لازم توقف. وباليوم الثاني بيسمع ماثيو جينيفر وهي تعترف لابوها بانها بتنام مع رجل متزوج بس ما بتحكيلوش اسمه. فبعصب فيكتور وبيسال جينيفر مين هو هذا الرجل. فماثيو بخاف وبيحضر اغراضه ليهرب من المكان، بس فيكتور بيشوفه وبيطلب منه يضل بالشقه لانه عاوزه يساعده يعرف مين هو الرجل المتزوج اللي نام مع جينيفر. وباليوم الثاني بياخذ ماثيو جينيفر لياكلوا مع بعضهم بعد ما قال لفيكتور بانه حيساعده. وبيبدا فيكتور يعصب اكثر لانه جينيفر مش عاوزه تحكي له عن هويه الرجل المتزوج اللي نام معاها. وبيقسم فيكتور بانه حيقتله بايده لما يعرف مين هو. وعلشان يتخلص ماثيو من هالمصيبه بيرسل شاب عمره 19 سنه ليوعد جينيفر وعلشان تحل عنه. بس جينيفر ما بيعجبهاش هذا الشاب وبتنهي العلاقه من اولها. وبترجع نيكول من موعدها الغرامي مع حبيبها وبحييها ابوها ماثيو. وبتحكي نيكول لابوها بانها بتعرف بعلاقته هو وجينيفر. وباليوم الثاني بيكتشف فيكتور مذكرات بنته جينيفر وبيتكلم عنها مع ماثيو. ولحسن الحظ مذكرات جينيفر ما فيهاش اسم ماثيو، بس المعلومات المتوفره انه هذا الرجل عمره 43 سنه وعنده عيون زرقاء. فبيشعر ماثيو بالراحه لانه اسمه مش موجود. وبعدها بتحكي نيكول لجينيفر انها تعترف لابوها انه الرجل اللي نامت معاه هو ماثيو علشان الامور ما تصيرش معقده اكثر. فبتحكي جينيفر بانها لو قالت لابوها فيكتور عن العلاقه فمش حيفهمها اطلاقا. وخلال العشاء بتحاول جينيفر تحكي اسم حبيبها لابوها فيكتور. وبيبدا فيكتور يشك بجاره ادوارد انه هو اللي نام مع بنته. وبحاول ماثيو ينقذ الرجل من غضب فيكتور، فبيهدى فيكتور بس علشان صديق عمره ماثيو طلب منه انه يوقف. وبعدها بيحكي ماثيو لجينيفر بانه بنته نيكول كشفت علاقتهم ولازم ينهوها فورا لانه مش عاوز يخسر صاحبه فيكتور. وبتشوف نيكول ابوها مع جينيفر وبتتصل بامها كارين وبتحكي لها بانه بخونها. وبالصبح بيكون فيكتور عاوز يغادر، وقبل ما يطلع بيتقاتل بالكلام مع ماثيو. وفجأة بتظهر كارين زوجة ماثيو وبتطلب منهم يوقفوا اللي بيسووه. واخيرا بيعترف ماثيو بعلاقته مع جينيفر لكارين. وبصير الموقف اسوأ لما يعرف ماثيو انه زوجته كارين كانت تنام مع صاحبه فيكتور. فبيشعر ماثيو بالاحباط الشديد. تشعر بالاحباط
بالضبط ليش يا حبيبي؟ ما انت نمت مع بنت صاحبك وصاحبك نام مع مراتك، عادي واحدة بوحدة يا اخي. وفجأة بيعرفوا انه جينيفر شربت كمية زائدة من حبوب منع الحمل وتم نقلها للمستشفى، وبالمستشفى بيكون ماثيو وفيكتور زعلانين من بعض، بينما كارين بتتكلم مع جينيفر وبتحكي لها بانها بتستاهل اللي صار فيها، وبتعتذر جينيفر من كارين وبتتوسلها انها تسامحها، فبترد عليها كارين بانها بتحسد جينيفر. وبالبيت بترفض كارين ونيكول انهم يتكلموا مع ماثيو، فبينجبر ماثيو ينام مع فيكتور على نفس السرير، فبيتقاتلوا، وهو الشيء اللي بخلي صاحبته الشقة تتدخل. وبتنهي كارين علاقتها الغرامية مع فيكتور وبتدعو زوجها ماثيو ليروح معاها على بهية ليعيدوا بناء علاقتهم ببعض كزوجين. وبينهي ماثيو علاقته بجينيفر وبيعتذر لبنته نيكول. ولهون بيخلص ملخص فيلم بليم ات اون ريو. اشترك في القناة يا صديقي، فعل زر الجرس، اترك لايك للفيديو لانه اللايك هو الوقود والقناة هي سيارة، يعني لتدعم نمو القناة واستمرارها. واشوفكم على خير بالملخصات القادمة. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.